مرحبا السي عبد الله. مرحبا سي محمد، بخير؟ كي داير؟ بخير والله الا الحمد لله. اليوم واحد الحلقه استثنائيه بشكل جديد. اليوم الموضوع ديال اليوم انا دائما كنجيب في جعبتي الجديد. درنا البارح واحد الفيديو على الصحافه والاعلام، تشخيص الواقع ديال الصحافه والتدبير ديالها كمقاوله والواقع ديالها ومجموعه ديال النقاط ذكرنا عليها. اليوم كان المجلس الحكومي، لانه اللي تيعرفوا الناس انه بعد كل مجلس حكومي اللي كيتنعقد كل يوم خميس، كل اسبوع في كل يوم خميس، انه كتكون ندوه ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه. ولكن اليوم شفنا التصريح ديال وزير الثقافه والاتصال اللي هو السيد مهدي بن سعيد، ومجموعه من النقاط اللي ذكرنا فيها البارح استحضرها هو استحضرها في التصريح ديالو فيما يتعلق بدعم المقاولات الاعلاميه والمرسوم اللي غادي يخرج اللي كيتعلق بهذا الامر هذا. بعدا قبل ما ندخلوا في التفاصيل، شنو هي الملاحظات الاوليه بعدا اللي خديتي على التصريح ديال السيد الوزير؟ شوف، بالنسبه لي انا التصريح مع الفيديو كانهم جاوا في وقت مناسب، فهمتي؟ كان جات اجابات علينا بطريقه غير مباشره كنا حنا ما تنتوقعوهاش، ولكن مزيان حنا زعما ما جا داكشي سانكرونيزي، كان التوقيت كان هو هذاك التوقيت مناسب. انا بالنسبه لي التصريح في مجمله ايجابي بالنسبه للمبادئ الكبار. الاشياء اللي تكلم عليها شخصيا ايجابيه. شنو الايجابي فيها؟ الايجابي فيها هو ان المهنه ستصبح لها قواعد ثابته واضحه كباقي المهن، معقوله، ما تبقاش الوضعيه الهشه ديال المقاولات لا الصغرى لا المتوسطه. ولكن ديك المبادئ كامله جميله، لكن انا كنتمنى ممكن انه نشوف هذا الفيديو، ممكن ما يشوفوش. الرساله ديالي هو تنزيل المرسوم، مثلا المرسوم اللي اليوم خرج المشروع، الورقه الاوليه ديال المشروع الموقع على السي مهدي بن سعيد والسي فوزي القزع. ممكن نطلعوا عليها ونناقشوها حتى في ممكن تناقشوها في حلقه خاصه، ولكن من خلال القراءه الاوليه وثيقه جيده. لكن طريقه التنزيل هي اللي كنظن ان فيها اشكاليه. طريقه التنزيل ما خصهاش تمشي بطريقه خطاب الجهاله كما سماه جون راوس في لا تيوري دو جوستيس دو لا جوستيس. خص يكون واحد التشاور حتى مع مقاولات صغرى، ممثلين من القطاعات المجتمع المدني الذين يمثلوهم بطريقه او اخرى. علاش؟ لان الطريقه ما يتمش بها كانه اعدام مباشر. انا حطيت واحد القواعد اللي كريتير زوينين، ولكن عندك واحد الفئه كتعاني وسط القطاع، هذيك الفئه يجب ان ترتقي بها. ما يمكنش نفهم دو جون حاملي الشهادات اللي حبوا الصحافه ولا قراو الصحافه ومشاو داروا مقاولات بوحدهم في اطار التجربه ديال العمل الشبابي. هاد المقاولات خصك تعاونهم. دابا نجيو في انا شخصيا انا باش نكون واضح، انا شخصيا مستعد نوضع مثلا المقاوله الصحفيه ديالي ياك الموقع ديالي راح الاشاره للوزاره من اجل يوضعوا معايا واحد المخطط اقتصادي واضح حسب ما يقتضيه النموذج المغربي في الصحافه. هادشي قالوا السيد الوزير، ولكن غادي نجيو دابا حيت دابا دخلتي معايا المحاور. اول نقطه غنهضروا عليها، يمكن وقال السيد الوزير خدا واحد الحيز ديال 4 دقائق حتى ل5 هضر فيه على مساله الدعم. اول جوج النقاط اللي تارتني انا شخصيا هو انه كاين حديث على رفع قيمه الدعم. يمكن وقال جو بونس دو على بالنسبه للمقاولات الصغرى والمتوسطه دو على 6 مليون على ما اعتقد. المهم كاين الرفع ديال قيمه الدعم، ولكن هو اللي بغيت نسولك فيه والراي ديالك هو قال لك ودي احنا ما نعطيوش الدعم كاننا كنعطيو الاحسان ولا الصدقه. قال لك هذاك ماشي بمنطق الصدقه ولا الاحسان ولا الريع، قال لك ولكن بمنطق دعم الاستثمار، لاننا هنا اليوم كنهضروا على مقاولات. انت شنو الملاحظه ديالك على هذه القضيه؟ شوف، انا بالنسبه لي هذيك الفكره ديال انها ماشي بمنطق الاحسان مزيانه، لانك ما كديرش الاحسان. هذه ميتي، هذه ناس كيدخلوا رزق، كيدخلوا بحال اي مهنه تسعى الى الربح، ولكن في اطار الدعم كيكون دعم من اجل تنميه تلك المقاولات، من اجل لانها جزء من الاقتصاد الوطني، بغيتي ولا كرهتي. تعاونهم من ناحيه وضع نموذج اقتصادي واضح. هذه رساله السيد الوزير شخصيا، نوجه رساله السيد الوزير. الخطوات اللي كاينه في المرسوم جميله جدا من اجل اصلاح القطاع ومن اجل الارتقاء به والدفع بالامام ومحاربه الاخبار الزائفه ومن اجل محاربه كل شيء. لان كانت واحد المقوله مشهوره في هذه الاخبار الزائفه نقولها لك عن جنب. جورج اورويل كيقول لك لقد تعودنا منذ القدم ان الصحفي لا ينقل الاحداث كما هي. هذا المفهوم ديال جورج اورويل تطور مع الوقت اللي وصلنا للفيك نيوز. احنا عارفين الاثر ديال الفيك نيوز. لا،
تعقل على الانتخابات ديال 2016 الامريكيه شنو كانت ثاره الجدل فاش طلع ترامب، ولا حتى في وقت جائحه كورونا في المغرب دارت واحد الضجه كبيره، وفي وقت الزنزان ثارت مجموعه من النقاط حول هويه الصحفي، من هو الصحفي ولماذا وتحقق الصفه وكذا وكذا وكذا. لكن انا كنعاود نرجع، لا يجب تنزيل تلك القواعد القانونيه بدون اللجوء الى القاعده. يعني شنو؟ تنزل هذه القاعده تحل معاها مشاكلها هي الاولى، تحل معاها تصفي المشاكل باش ما تدخلش ثاني دوامه ديال الاحتجاج اخرى، تدخل عند ناس مشردين اخرى، تدخل عند ناس سيقع لهم الاعدام بسبب واحد الفكره نبيله، ولكن هذيك الفكره النبيله عندها اثار سلبيه صعبه. ولكن في هذا السياق هذا السيد الوزير انا اللي عجبني فيه هو قال لك اودي على انه ماشي غادي نقتصروا غير على الدعم المالي، حتى هذه المقاولات الصغرى غنبنيو ولا واحد ليكزامبل ولا واحد النموذج اللي هو اقتصادي وغادي نشدوا بدا، يعني غادي تكون يعني وهذا الشيء اللي كندوي لك، عمليه المواكبه، هذا الشيء اللي تندوي لك، عمليه الدعم وعمليه المواكبه خاصها تكون. انا مثلا عندي مقاوله صحفي، انا مساعد نعطيها نحط جميع الاشياء ديالي عند الوزاره وعند المسؤولين وحتى عند السي مهدي بن سعيد وعند جميع الاطياف من اجل ان توضع واحد النموذج اقتصادي. ها شنو باغيين تقويك انت كمقاوله وانت كتشتغل في مدينه خارج محور الدار البيضاء والرباط، يعني انت كتخدم بشكل وطني ولكن انا شخصيا كنخدم من مدينه جديده. يعني شنو غدير؟ غتنمي حتى الاقتصاد المحلي. يعني انا دابا كان طلبوا مني راه بعد نطور النموذج الاقتصادي ديالي نخدم 20، يعني انا حيت ليكيديت واحد ليكيدا واحد الشباب بنفس المنطق، نفس الشباب العاطلين، الشباب اما قراو الصحافه ما لقاوش الفرصه ديالهم، اما مجموعه اشياء. وانا شخصيا مع داك الشيء اللي قال الوزير، لكن طريقه التنزيل خاص يكون. علاش انا معاه؟ علاش؟ لانها فرصه تاريخيه من اجل تجويد القطاع، من اجل التجويد. لكن كاين شي حوايج اخرين يجب اعاده فيهم النظر. بحالاش كاين اعاده النظر مثلا النظره ديال اللوبيات الاقتصاديه الكبرى داخل المجال الصحفي، محاوله تطوير. اليوم اللجنه المؤقته والقرار ديالها اللي كيبان لي مجحف انه غير منصف، لان كاين مجموعه الاعتبارات ما نشوفش الاعتبارات الذاتيه. المهم نكمل الفكره ديالها عبد الله. لا غير راه هي غادا في نفس الفكره. سير مرحبا. ما كيبانش لك على ان المجلس الوطني للصحافه والقطاع الوزاري غادي زعما في واحد الخطين مفصولين كل واحد كيغني على ليلات. شوف لا انا شوف هذيك الشرخ اللي دوينا عليه البارح اللي كان حاصل، كأن قطاع الصحافة يخرج خارج السرب، كأنه يخرج خارج منظومة التاريخ والديمقراطية وما إلى ذلك، كأنه الذي بني من أجل الحفاظ على الأسس الديمقراطية، وأن الصحافة ركيزة من ركائز حرية التعبير، وأنها مهنة نبيلة ومهنة تهم فئة واسعة، وأنها مهنة تنقل الأخبار، وأن الرجل الذي ينقلها هو رجل سامي. لكن في نفس الوقت الخط ديال الوزارة اليوم أنا نشدت اعتدال، محاولة الإصلاح بدون إيجاد ضرر. من أجل عدم إيجاد ضرر يجب التنزيل بشكل سليم. تجي واحد المقاولات الصغرى تعطيوهم مدة زمنية فين يقادوا الوضعية ديالهم، كينزل المرسوم، كتنزل القواعد، كنحطوا الأمور، كنشرحوا ليهم، نقادوا معاهم النماذج الاقتصادية ديالهم في إطار ديك المدة. ما استطاعوش يواكبوا. في هذا السياق هذا بالضبط كاين حديث على انه ديما غيكونش تدبير قطاعي احادي، بقدر ما انه السيد الوزير هضر كذلك على القضيه ديال الاشراك ديال الممثلين والهيئات المهنيه والناشرين والى اخره، ودواء على مساله انه دير ارتكان سيكون الهيئات الاكثر تمثيليه سواء في الجمعيات المهنيه ولا في النقابات ولا حتى في المجموعات المهنيه بحال الناشرين. هو كاين الحديث عن الناشرين، انت شنو الملاحظه ديالك؟ شوف هيئات الناشرين احترموا كثيرا منهم، انهم سمحت الرقاص كما ذكرت لك سابقا، مجموعه من الشخصيات، مجموعه من كذا، لا اختلف معهم. نظرتهم هذه نظرتهم للامر، لانك لا يمكن ان تحجر على الناس وتحجر لهم على الافكار ديالهم وعلى النظرات ديالهم. من حقه يتخذ اي نظره، لكن ديك النظره ديال اي طرف كان ما تكونش ضر طرف اخر. لان اليوم مثلا لا مشيتي درتي ديك القواعد وقلتي نزلها دابا خدم 4، واش ملاقي ما تاكل؟ ملاقي باش تكمل الشهر؟ كاين اللي ملاقي باش يكمل الشهر عبد الله ويخدم نقرب دابا. انت راك تعرف حالات، تعرف نماذج، كتعرف اشياء. حنا اليوم كندويو بلغه الواقع، لغه الشعب، لغه الناس اللي كيعانيو. راه من اسباب ديال ان الامور خاصها تطور، وهاد الامور علاش قلت لك ايجابيه، لانها غدير واحد القطيعه نسبيه او واحد الحد نسبي للظاهره ديال المال الحرام داخل الصحافه.
ظاهرات لا مش كنقولش الملحه تسمى لونفلوب المرفوده والقابله غتكون واحد القطعه ما. انا الحمد لله عافانا الله مما ابتلى غيرنا، ولكن انا ما كرهتش ان هاد الامور تنزل وتطبق، ولكن مع وجود ضوابط وشروط، لانك ما يمشيش تنزل في دقه واحده. مثلا شديتي واحد النظام ونزلتي قلتي للناس يلا طبقوا، اذا غتحكم على الناس بالموت، بالاعدام، بالموت الاسري، قطع الارزاق كذا. الاشراك اللي غيكون مهم باش نكمل الفكره، واش غيخدم كاع المقاولات ولا كل جهه غتمشي على كبالتها من الاخر باش نهضروا بالدارجه. شوف انا تنقول ان اليوم سمعت السيد الوزير كنتمنى واللي فهمت وكون فهمي صح ان اراده الدوله المغربيه والوزير المكلف بالقطاع هي اراده اصلاح قطاع ظل في تخبط لسنوات بعدما خرج من ظلمات المقاهي والصالونات الأدبية بين الصحفيين في سنوات التسعينات وبداية الألفية إلى حدود 2010. خرج هذا النقاش إلى نقاش عمومي شامل، وهذا هو المهم، وهذا هو اللي بانت لي الوزراء أنها استجبت ليه، أن المغرب سعى في هذا الخط لا من خلال مدونة الصحافة والنشر سنة 2016 واللي كنعتبرها خطوة متقدمة في تاريخ المغرب أنه ولا عندك قانون منظم لهذه المهنة، لأنه ما كانش عندك قانون، كان داخل في إطار قانون الحريات العامة. زائد أن هذه الخطوة اليوم هي خطوة من أجل التجويد، ولكن الخطوة من أجل التجويد خاص تتم الدراسة ديالها من جميع الأطياف. أنا ما كنقولش العكس، ما تنقولش كذا، أنا تنحيي السيد الوزير هذاك الشيء، ولكن المطلب ديالي الوحيد السيد الوزير اللي عنده شي مقاولة صغرى في صعوبة داخل في إطار صعوبات المقاولة، ممكن أن الوزارة تواكب معها بشكل عملي. يعني شنو؟ طلق لجان خاصة بهذه المقاولات الصغرى، طلق أبيل دوفر اللي باغي يدير إصلاف لنا الدوسي، حنا نعاونوه، حنا جي جلس معنا تعطيه واحد المده ها شنو كاين تعاونوا بمساعدات الدعم في اطار ما يسمى بالدعم اللي ينمي المؤسسه، ما يشدش هو كاع الفلوس، ان الوزاره تكلف في مده ما او مسؤولوها او احد في القطاعات يشدوا ما هو محاسباتي وما هو مالي في فتره ما الى حين ارساء تلك المؤسسه وتم انا نكمل لك ارساء تلك المؤسسه شوف باش توقف على قواعدها، ملي توقف على قواعدها غتمدها لمواليها، ملي غتمدها لمواليها غتبقى دير معاهم السويفي. نهار اللي غيبان لك انه تم الخرق او تم التلاعب او ان المؤسسه غادا بغير نظام غير حكماتي لا يخدم لا اخلاق المهنه، لا يخدم لا الواقع المغربي، لا يخدم لا الصحافه المغربيه، لا يخدم لا التنميه المغربيه، لا يخدم لا المبادئ الكبرى ديال المغرب، ديك الساعه ممكن اننا ندويو معاه، ديك الساعه ممكن تحاسبوا معاه، ديك الساعه يمكن ان نرمي الى مزبله المهم. شوف انا هذه هي، ولكن عندي سؤال هنا، دابا ما خاصنيش نسمع من طرح السؤال، عندي سؤال هنا باش ما نبقاوش عاوتاني نديروا خطاب داك لو رول دو فيكتيم. لا ما تنقولش خطاب الضحيه، ما كنديرش خطاب الضحيه. الله يرضي عليك هضرتي سمعت لك غتسكت حتى نهضر، الله يجزيك بخير. انا عندي سؤال، هاد المقاولات واش واجده؟ لان السيد الوزير حنا كنعرفوا الحس الشبابي ديالو، كنعرفوا انهم اللي جا طرا واحد كان من القطاعات المهمه في المغرب هو قطاع الثقافه. عبد الله هذا الشيء اللي جاوبتك عليه، عندي سؤال جاوبتك عليه واش واجده، طرحت السؤال قلتي واش واجده، راه قلتي واش واجده. المهم هذا هو لانه السيد الوزير لاح واحد الكره، ماشي هذيك ما كنعتبرش اشاره، كنعتبرها كره تلاحت ديال ودي. كاين الناس عندهم مقاولات ما هما بوحدهم. بالتالي عندي السؤال، واش هذه المقاولات الصغرى اصلا واش هي مستعده كفاعل ومنظمه في اطارات مهنيه ومؤطره في اطار واحد التحالفات معينه، ولا هي غير ذاتيا واجده باش انها تواكب هذه العمليه هذه؟ انا عبد الله عطيتك الحل العملي، ان الوزاره بامكانها عندها جميع الاليات القانونيه والترسانه القانونيه باش تواكب هذه المقاولات. هذاك اللي فيها واحد راه ما يمكنش صراحه يكون واحد في مقاوله صحفيه، ولكن هذاك الواحد مال هادشي ما كاين وكاين وواقع. وانا وقعت لي شحال من مره، لانك ما كتلقى السيوله الماليه، كتلقى المؤسسات الاقتصاديه حابسين لك. واش انا كنراه تخدم 20 واحد كراه تكون عندي مقاوله اقتصاديه مقاوله صحفيه كبيره. انا اش كنقول الوزاره في فتره معينه في البدايه توقف مع هذه المقاولات اللي عنده النيه الحسنه واللي عنده انه باغي يستمر وباغي ياثر الصحافه وانه كصحفي باغي يمشي بالمجال المزيان، انها توقف معاه يقاد مقاولات ويقاد نموذج الاقتصادي تسير معاه. المسائل الماديه هي اللي تشرف عليهم في الاول الى حين ان المقاوله توقف على رجلها، تسلم المؤامره تسلمها. ما تعنيش بالتسليم انها هي اللي غتولي واصل، ولكن بطريقه او اخرى كاينين اليات قانونيه من اجل ذلك باش نوصل لواحد النقطه. انا اش كنقول، هذا الشيء كامل اللي كيقول الوزير جميل جدا، ولكن طريقه التنزيل انا عطيت بعض النقاط وجهه نظر. انا كصحفي اليوم
اما لا مشات نقول لك الصراحه، انا لا مشات تنزل القانون بحال هذاك بهذيك الطريقه بدون زعما بدون محاوله تكالي شويه دوك المقاولات، اقسم لك يمين انت ممكن اننا نولوا ناكلوا في الزنقه. واحد أنا القضيه تنقول هادشي ما بكل- بغيناش وهادشي ما غاديش يكون ان بكل شاء صدق، الله. لانه عندي واحد الناس السؤال خاصها تكون غنخليك اراده تعلق على حقيقيه، القضية. اراده حقيقيه. احنا ابناء الشعب ما بغيناش. علاش؟ مني انا شاب في العمر ديالي 30 سنه باغي نبني حياه، مني غنجي في عمر 30 سنه وغتقتلني جار من وراي امباكت اكاديمي علمي امال اهداف، غتجي غتقتلو في لحظه ما. دابا شنو غيعني المصير ديالو؟ المصير ديالو هو الدمار، الحقد، مصيره هو الظلمه، انه يعيش بجنب الحياه انا تنقول العكس. انا مؤمن بالاراده ديال الدوله المغربيه، ومؤمن بان جلاله الملك نصره الله عنده اراده قويه، لانه دائما مؤمن بالطاقات الشابه، لانه مستقبل المغرب. والسيد وزير السيد رجل شاب وانسان شاب وفاهم الوضعيه، وكنت متبع في جميع الخطوات السابقه ديالو. ما كنظنش انه ممكن انه ينزل القانون بتلك الطريقه بدون الرجوع. انا السيد الوزير وجهت رسالتي اليك من هذا المنبر. كملت الوقفه الاحتجاجيه ديالك ولا ماشي وقفه احتجاجيه، خليني نهضر. انا اوجه رسالتي بكل صدق. وراه حنا عندنا ما نقولوا في هذا الشيء هذا، راه كون جينا بغينا نهضروا نهضر حتى 60 دقيقه ما غنساليش. كاين واحد القضيه اخرى دابا. شوف الديسكور اللي طرحه السيد الوزير، حنا نتمنى انه يكون تنزيل عمليا كيستجب الروح اللي هضر بها السيد الوزير، هادشي اللي كنتمنى. ولكن من جهته السيد الوزير طرح بحال بغيتي تقول هضر بواحد النوع من جدليه الحق والواجب، هضر على الصوره ديال الصحفي كيفاش خصها راه تكون في اطار واحد المقوله كبرى هي خدمه المقوله ديال المغربي. عبلا كيفاش بان لك هذه وجهه النظر ديال السيد الوزير انه فعلا خاص الصحافه ما يبقاش يدور غير في لا زون تيريتوريال ديالو، ان تولي عندنا صحافه مغربيه فاعله دوليا واقليميا؟ انا وجهه نظر والاجابه ديالي على كاستي عبد الله هي ان جميع الخطوات اللي اليوم كنشوفها جميله كمبادئ، كنعاود نقول لك، ولكن كطريقه تنزيل مازال عندي واحد الغموض. لاني قلت لك هاد الطريقه اللي نزل بها الوزاره هي من اجل القطع مع مجموعه من الممارسات داخل المجال الصحفي، لا عمليات الابتزاز لا ما كذا، لان الوضعيه ديال الصحفي الاقتصاديه غتكون واضحه. لكن حاجه واحده، غير مني تبغي تنزل داك الشيء ما تحكمش عليا بالاداء. انت واحد غتمشي في حالاتك، لا جي جلس معايا اضطرني قاد لي المقاوله كما قلتي النموذج الاقتصادي، نكونوا واضحين، تكون الامور واضحه باش الامور نمشيو نبحثوا على ما هو اهم، ما نبقاوش نبحثوا في القشريات. واننا دائما غنبقاو في صراع جانبي هو صراع التنظيم، صراع وضع ترسانه قانونيه، في حين اننا خاص المجال يرجع للسكه ديال الصحيحه باش يدير واحد الاقلاع نحو هذا الشيء اللي قلته السي عبد الله، ديال ان تولي صحافه فاعله وفعاله، صحافه عندها الكلمه ديالها لا في الداخل لا في الخارج، وتولي صحافه منتشره بشكل قويم وصحافه حقيقيه واقعيه ماشي ديال الفيك نيوز. دابا ككلمه اخيره ولا كنقطه اخيره، قلت لك انا قبل لك طرحت عليك واحد السؤال، قلت لك بدي انه كيبان لي عندنا القطاع الوزاري الحكومي السلطه الحكوميه المشرفه، وعندنا الاليه التنظيميه المحدثه بقانون. عندك وزاره وعندك مجلس وطني للصحافه، عندنا جوج الاراء مطروح فيهم نقاش داخل القطاع. كاين وجهه نظر اللي كتقول لك اودي اعاده او لا اخراج المجلس الوطني للصحافه من ازمته لتدبير القطاع بما يبتغي من غايات، وعندنا من جهه اخرى كاين واحد الراي اخر دابا متبلور كيقول لك اودي كون رجعنا للوضعيه القديمه ديال ان قطاع الاتصال هو اللي يدبر هذا القطاع هذا، والاليه راه فشلت في التدبير. انت شنو كيبان لك؟ لا شوف، انا بان لي الاليه التنظيميه ديال ان المجلس الوطني هي اليه مزيانه، لان القطاع سينظم نفسه بنفسه، سيكون مكلفين به صحفيين ومتدخلين في المجال الصحفي. اما فكره الوصايه وفكره الحنين الاشياء قديمه، حتى كاين ان من ندعى ان جلاله الملك هو يترأس يعين من على راس المجال، وفي حين ان ارى ان المؤسسه الملكيه هي واعيه بمبدا الخيار الديمقراطي، لان اذا قام بهذا الشيء في عمل الصحفي فانه ضرب لواحد المبدا هو خيار دستوري كبير. انا اعتبر ان المؤسسه الملكيه هي مؤسسه مؤمنه واكثر فاعل داخل المجال المغربي وداخل الدوله المغربيه بالنص الدستوري. هذا الشيء تنقول. بالنسبه للوزاره، ان في الاول والاخير كيبقى المجلس تحت وصايه القطاع الوسيط، وزير الوسط. علاش؟
لانه هيئه منظمه بقانون، ماشي داخل ضمن هيئه الحكامه اللي كنستخدم باب 12 من الدستور. زائد انا شنو غنقول لك، اليوم المجال تخالط بالحابل والنابل، هي فرصه لتصحيح الوضع. المهم الساعه كما قلت لك نخليو في الاخير. الرساله ديالي واضحه، وضحت مجموعه النقط، نخليوها هنا. توضحت مجموعه ديال النقاط في اطار التفاعل مع التصريح ديال السيد الوزير مهدي بن سعيد. ومازال ندوي في مازال نناقشوا، مازال نقراو المرسوم، ومازال غادي نعطيو وجهه النظر، نشوفوا التنزيل كيفاش غادي يكون بعدا هذاك هو لانه هو جوهر العمليه. المهم في الاخير نحيوا المتتبعات والمتتبعين، وما تنساوش دائما تبقاو على تواصل مع القناه من خلال الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب، وكذلك مشاركه الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال، وبارطاجي بزاف ديال القلوب، بزاف ديال الجيمات. يلا خليكم الله يعاون. سعيده.